سنة زيت كده عشان تديله لمعة حلوة بالشكل الجميل ده اهي، بالشكل الحلو ده اهو. طبق يفتح النفس جميل. نكسر بس اللون بالشكل الجميل ده اهو. اتمنى البدنجان يعجبكم، يكون فيديو خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. النهارده اعمل لكم طريقه البدنجان المخلل بطريقه سهله وبسيطه. معانا بتنجان وسر اللون بتاعه هو البنجر. معانا البنجر وهنحط حله على النار فيها ميه بتغلي وهنسقط فيها البدنجان والبنجر. جبت حله على النار وغليت الميه وحطيت البنجر وحطيت البدنجان فيها بالشكل ده كده اهو. لون الميه بصوا البنجر اهو، البنجر خلاها شكلها جميل اهي. البدنجان دي بقى هيعوم، هنحط هنا طبق يتقل هنا كده بالشكل ده اهو. هحط طبق اهو بالشكل ده كده عشان هنا يغطس البدنجان. هحط الطبق ده اهوت بالشكل ده كده عشان البدنجان ما يعومش ويستوي كله مره واحده. ده كده البدنجان بعد ما اتسلق بالشكل ده اهو. فتحت لكم واحده عشان تشوفوا قلبها بالطريقه دي اهيت بالشكل ده كده. الخلطه بتاعت البدنجان عباره عن ايه بقى؟ عباره عن فلفل احمر، معانا قرنين شطيطه اخضر وقرن شطيطه احمر وقرنين فلفل، ومعانا ليمون، ومعانا معلقه توم، ومعانا ملح، ومعانا كمون، ومعانا خل. دي الخلطه او الدقه بتاعت البدنجان اللي هنعمله الوقت. هنعمل ايه بقى بالدقه ازاي؟ هنقطع الفلفل طبعا مع الثوم مع الملح مع الكمون مع الخل في الكبه او اي حاجه تفرموها فيها. الليمون مش هنحطه الا نعصره على البدنجان في الاخر. الدقه اهي تفتح النفس جميله ما شاء الله اهي. هنحشي بقى بيها البدنجان اهي. البدنجان فتحته بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نحشي كده بالشكل الجميل ده اهو، بالشكل ده كده اهو. هنفتح كده بالسكينة اهي، شايفين اهو. وهنبدأ نحشي كده بالشكل ده كده. دي أكلة تفتح النفس جنب الأكل، جميلة بالشكل ده كده اهو. هنفتح بالسكينة اهو ونحشي بالشكل الجميل ده اهي. بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو. هحشي الكميه كلها بقى وارجع لكم. البتنجان اهو بعد ما حشيته بالطريقه دي. اتمنى يعجبكم يا رب. هنعصر عليه بقى الليمون بالشكل ده كده. بس هنشيل البذرة اللي وقعت دي. سنة زيت كده عشان تديله لمعة حلوة بالشكل الجميل ده اهي، بالشكل الحلو ده اهو. طبق يفتح النفس جميل. نكسر بس اللون بالشكل الجميل ده اهو. اتمنى البدنجان يعجبكم، يكون فيديو خفيف عليكم،
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.